ميرينجي جميل. ريال مدريد بسيناريوهات دوري الابطال، ولكن الضحيه المره دي اتلتيكو مدريد. لم يخسر ريال مدريد بعد، لم يرمي المنديل بعد. ديمبلي يقود برشلونه لنصف نهائي كاس ملك اسبانيا بعد تخطيه ريال سوسيداد. قرعه كاس ملك اسبانيا يوم الاثنين القادم، وقد تشهد مواجهه ناريه كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونه. رونالدو يخسر أولى بطولاته مع النصر السعودي بعد توديعه كأس السوبر السعودي. مانشستر يونايتد بتسحق نوتنغهام فورست وتضع قدما في نهائي كأس إنجلترا في عز تألق الغزال راشفورد. أما في ألمانيا فهالر العائد بقوة ينقذ دورتموند من التعادل بهدف خرافي في الدقيقة 94 ويحقق 3 نقط غاليين جدا. بايرن ميونخ الغير مقنع ما زال ينزف النقاط ويتعادل للمرة الثانية على التوالي. امبابي المدمر يسجل خماسية في كأس فرنسا. ويلزي جاريث بيل في أولى مشاركاته في الجولف بعد اعتزاله كرة القدم بأسبوعين فقط. برشلونة بيحاول بكل الطرق لرجوع ليو ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة القادمة. يمشي ميسي يا بابا يا بابا يا بابا. بمجرد يا صديقي تشغيلك الفيديو فانت بقيت فرد من عائلة هبديانو، فانزل اهبط في التعليقات وقول لنا هل القرعة هتعملها ونشوف مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في نص النهائي، وشد الاشتراك واخبط اللايك ويلا نبدأ فورا. ديربي الغضب بين اتلتيكو مدريد وبين ريال مدريد دايما بيبقى فيه حماس وجرينتا وروح وضرب كمان في المباراة بتاعت النهارده شهدت كل الكلام ده، وريمونتادات ريال مدريد في دوري الابطال كانت حاضرة المرة دي، والضحية كان اتلتيكو مدريد. بدأ اللقاء اتلتيكو مدريد وريال مدريد بتشكيلتين متوقعتين من سيميوني وكارلو انشيلوتي. والغريب ان ريال مدريد بيعاني على الاظهرة سواء ناحية ناتشو او مندي، وفيها اصابات وغيابات كتير سواء ألابا وسواء كارفاخال، فالجبهتين دول ضايعين خالص عند الريال. صمت انشيلوتي وعدم تحرك بيريز في الانتقالات سبب كبير جدا في تراجع ريال مدريد. انشيلوتي مازال الجبهتين دول مسببين له صداع رهيب. النهارده بدأ بناتشو مكان كارفاخال للإصابة، وبدأ بمندي مكان ألابا المصاب، ولكن المصاب لا تأتي فرادى على انشيلوتي. بعدها بشوية دقايق اتصاب مندي وخرج هو بره ولعب بكامافينجا مكانه، فعنده الأظهرة كان كامافينجا وكان ناتشو، فالأظهرة نوعا ما حتى لو بتقدم مستويات كويسة بيبقى فيها مشاكل كتير، فلازم بيريز الخذول جدا في الانتقالات بتاعة الشتوية لازم يتحرك بسرعة ويجيب ظهيرين على اعلى مستوى. ليه؟ لان ريال مدريد بتستناه مواجهات ناريه سواء في الدوري او سواء في الكاس او سواء في دوري الابطال قدام ليفربول. ليفربول واقع، ولكن دوري الابطال حتى لو عدت ليفربول هتوقع مع فريق قوي، فلازم تحل الازمه دي في اسرع وقت. اتلتيكو مدريد ما زالت تتواصل في ملعب سانتياغو برنابيو. اتلتيكو مدريد في اخر 8 ماتشات على ملعب سانتياغو برنابيو ما حققش ولا فوز على ريال مدريد، وكورتو هو الاخر لم يخسر من اتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو منذ انتقاله لريال مدريد في 2018. كان بامكان اتلتيكو مدريد ان هو يعمق جراح ريال مدريد بعد ما سجل موراتا الهدف الاول. جاءت اكتر من فرصه لجريزمان، لكن رعونه الفينش وسوء الفينش وسوء اللمسه الاخيره عند لاعبين اتلتيكو مدريد وهي اللي حطتهم في الموقف ده. فاللي بيضيع قصاد ريال مدريد لازم يستقبل، وخصوصا مع الملكي ريال مدريد ملك الرومونتادا، فهو بيرجع في اي لحظه. فقدر رودريجو البديل الذهبي بذكريات دوري الابطال بهدف خرافي عدى 1 و2 و3 رجع الروح لريال مدريد مرة تاني. وروح لما بترجع لريال مدريد فانسى ان انت اصلا تسد قصادهم. وكريم بنزيما في الشوط الاضافي قدر يسجل صاروخية وطرد سافيتش، هو من سهل المهمة لريال مدريد ان هو يسجل الهدف الثاني، ويبقى لنصيب لفينيسيوس جونيور ان هو يسجل الهدف الثالث. سافيتش المتخاذل جدا في التدخل بتاعه وهو عارف انه واخد انذار، فخد الكارت الثاني وخرج بره الماتش ليعقد ويعمق جراح سيميوني اللي هو اصلا مش قادر يواصل الريتم بعد ما اتعادل ريال مدريد معاه، مش قادر يواصل الريتم وهو 11 لاعب، ما بالك بقى لما سافيتش طلع بره، فالامور اتعقدت جدا. فقدر كريم بنزيما يخطف جول، وفينيسيوس جونيور كان ليه نصيب في الهدف الثالث في اخر الدقائق. ريال مدريد لا تامن لغدرهم،
جريزمان وبعض اللعيبه ضيعوا واستهتروا بالهجمات. اما في الكامب نو فقدر برشلونه ان هو يتخطى ريال سوسيداد بهدف عثمان ديمبلي باسيست كوندي في مباراه كانت متوسطه جدا. قدر فيها برشلونه بهجمات قليله جدا ان هو يستثمر هدف عثمان ديمبلي وينجو من فخ ريال سوسيداد ويعبر للدور القادم باقل مجهود. برشلونه ينجو من فخ ريال سوسيداد. فالمتأهلين حاليا هو ريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا وأتلتيكو بلباو، والقرعة يوم الاثنين وهنشهد كده شكلنا مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة. ده توقع أنا، فانزل قول لنا توقعك أنت إيه. أما في السعودية بقى فكان الحدث الأكبر وهو الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، لكن قدر الاتحاد إن هو يطرد رونالدو بره ورفقائه خارج البطولة وبأداء ونتيجة خرافية. الاتحاد سيطر بالأداء والنتيجة والمجهود وبذكاء نونو سانتوش قدر يدير المباراة زي ما هو عايز بتحولات هجومية رهيبة جدا من فريق الاتحاد وبثنائية أهداف حمد الله والثلاثي المرعب الأمامي وخط دفاع مكون ومنظم وأداء طارق حامد وأداء حجازي اللي كان أروع من الاتحاد. فقدروا ان هم يتخطوا عقبة رونالدو والنصر بسهولة جدا. الاتحاد قدر ان هو يغلق كل مناطقه. الاتحاد يمتع ويقنع ويبدع بتحولاته الهجومية العكسية وبصلابة مدافعينه وبخنقه لخط النص واستحواذه لمعركة الوسط معركة الميدان واستحواذه على الكورة وضغطه على الخصم ومنع الخطورة من فريق النصر على مرمى الاتحاد. وكل ده يدرس من المدرب العبقري سانتوش. قدر يخطط وقدر ينظم وقدر يدير اللعيبة بأداء ونتيجة كويسة جدا والأمور كلها مشيت في صالحه. وكان النصر خذول جدا في هجومه الذي يتكون من رونالدو وتاليسكا، فكانت الامور متعقده شويه وكانت الفرص بتوصل لرونالدو بصعوبه جدا. لكن رونالدو حاول في كذا كوره وجات له كوره براسيه قدر يرتقى ليها ولكن الحارس العملاق تصدى ليها. لكن فريق النصر ما قدرش يطلع من مناطقه زي ما هو متعود. كان خانقه فريق الاتحاد وكان ماسك معركه الوسط فريق الاتحاد وقدر بتحولاته الهجوميه وقدر باداء حمد الله الرائع ان هو يمزق شباك النصر ويصعد للنهائي كأس السوبر السعودي بمواجهة الفيحاء اللي انتصر على الهلال ووصل نهائي كأس السوبر السعودي. رونالدو يودع اول بطولة ليه مع فريق النصر. ومش بس كده، ده هو في مباراتين لعبهم مع النصر لم يسجل ولا اي هدف. النحس ماله؟ رونالدو مازال يوصل الاخفاق بعد اليونايتد بعد منتخب البرتغال وداخل على النصر. ما يحدث مع رونالدو هذا